يا ترى لو سألتك مين أقوى راجل على وجه الأرض هتقولي واحد من ثلاثة. الأول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتاني رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أما التالت فهو إيلون ماسك أغنى رجل في العالم. طب اسمع دي، في مكان واحد بس على كوكب الأرض ممنوع على أي إنسان يدخله حتى لو كان أقوى رجل في العالم، ولو حد حاول بس إنه يقرب منه مش هيخرج منه حي. ممكن يجي في بالك إن المكان ده هو الجدار الجليدي أو CIA أو حتى البيت الأبيض، لكن هو ولا واحد من دول. المكان ده مصمم إن مفيش بشر يشوف اللي جواه، لدرجة إن الباب اللي جوه مش بيتفتح على مرحلة واحدة، الباب ليه كذا مرحلة، وكل مرحلة في شخص واحد بس في العالم هو اللي عارفها. في الفيديو ده هعرفك على أكتر مبنى سري في العالم، وهنعرف هل المبنى ده له علاقة بالحروب اللي بتحصل حوالين العالم زي حرب السودان، وهل له علاقة بارتفاع أسعار الذهب. لو مهتم إنك تعرف الوجه الآخر من العالم فاحنا بنعمل زوم إن على أدق التفاصيل عشان تشوف الصورة كاملة. جهز قهوتك، يلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في الوجه الآخر من العالم. لو أول مرة تشوفني فأنا محمد عماد، بحاول أوريك الوجه التاني والحقيقي من كل حاجة بتحصل حوالينا. فلو بتحب المواضيع الجدلية والغموض اشترك في القناة عشان نكبر العيلة أكتر. من فترة صغيرة وتحديدا يوم 19 فبراير 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان راكب الطيارة الرئاسية ومعاه مجموعة من الصحفيين، وفجأة قال جملة غريبة جدا، جملة مستحيل تتوقع إنها تطلع من رئيس أمريكا نفسه. قالوا إنه الفترة الجاية هيحاول يزور الفورت نوكس عشان يتأكد إن الذهب لسه موجود هناك. في الأول أنا ما كنتش فاهم التصريح، بس لما دورت لقيت إن المكان ده هو أغرب منشأة سرية في العالم، وده المكان اللي أمريكا بتقول إن هي مخزنة فيه احتياطي الذهب بتاعها. والمفاجأة إنه ممنوع على أي شخص يدخل يشوف الذهب ده حتى لو كان الرئيس الأمريكي نفسه. طيب ليه الجملة اللي قالها ترامب دي خطيرة جدا؟ لأن الفورت نوكس المفروض إن هو بيحتوي على أكبر احتياطي ذهب في أمريكا، وعلى حسب المصادر إن كمية الذهب اللي موجودة هناك هي 147 مليون أونصة، يعني أكتر من نص الذهب اللي بتملكه أمريكا بالكامل. فلما ترامب يقول كده يبقى بيشكك في بلده اللي هو رئيسها. طب إيه اللي يخلي ترامب يقول حاجة زي دي؟ هل المكان ده لا يخضع أصلا لسلطة ترامب؟ المفاجأة إن المكان ده فعلا ترامب مش هو اللي بيتحكم فيه، في 3 جهات مختلفة هم اللي بيتحكموا في الإدارة والتأمين بتاعة الفورت نوكس، وغير مسموح لأي شخص إنه يشوف الذهب حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموافقة ال3 جهات دول. فهل ترامب شاكك إن المكان ده فاضي وما فيهوش ذهب؟ وهل الذهب فعلا اتسحب وأمريكا بتضحك على شعبها وعلى العالم كله؟ عارف ليه الموضوع ده خطير جدا؟ لأن ده لو حصل فأمريكا هتفقد السيطرة على العالم كله. وعشان نتأكد لازم أخدك الأول في رحلة صغيرة من أول اختراع الدولار لمؤامرة ومافيا الذهب لحد ما نوصل لأغرب منشأة سرية في العالم، الفورت نوكس، وهنشوف وهنعرف مين اللي بيديرها وليه غير مسموح لأي شخص في العالم إنه يدخل ويشوفها، وإيه هو نظام الأمان اللي فيها اللي مش متطبق في أي مبنى في العالم إلا في الفورت نوكس. وفي الآخر هوريك الخدعة الكبيرة اللي خلت ترامب يقول تصريح زي ده، خصوصا إن إيلون ماسك دخل معاه على الخط وكتب تويتة بيتهم فيها إن الذهب اللي موجود في الفورت نوكس أصلا مسروق ومش موجود، وإن أمريكا لازم تثبت للعالم إن عندها الذهب ده إن كان موجود أصلا. صديقي الموضوع ده خطير جدا، وفعلا لو مفيش ذهب في المبنى ده والذهب اتسرق مش بعيد ان شكل العالم كله يتغير. هسألك سؤال بسيط، ليه العالم اخترع العملات الورقية؟ لو انت مش عارف فانا هقول لك القصة ببساطة عشان تفهمها. زمان كانت الناس بتشتري وتبيع بنظام المقايضة، يعني بتبدل سلعة انت مش عايزها بسلعة تانية، بس النظام ده كان بيواجه مشاكل كبيرة في عمليات التبادل التجاري، وملك اللعبة وقتها كان الذهب. الذهب هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تبدلها بأي سلعة تانية. والعالم بعدها اخترع العملات عشان الناس كانت خايفة ان الذهب يتسرق منها، فالناس بتروح تودي الذهب للدولة وبتاخد عملة تعادل الذهب اللي هم حطوه. والعملات وقتها كانت نوعين، إما عملات معدنية بيدخل في تكوينها جزء من المعادن القيمة زي الذهب والفضة، أو عملات ورقية ودي بتشتغل بطريقة بسيطة جدا. الناس بتاخد ورقة مكتوب عليها هذه الورقة تساوي 1000 قطعة ذهبية، وبالتالي الورقة دي كانت ليها قيمة عشان مربوطة بحاجة قيمة زي الذهب. والعالم كله كان بيتعامل بنفس الطريقة دي. وقبل الحرب العالمية الأولى والثانية كان الجنيه الاسترليني هو ملك العالم، لكن بسبب قوة الاقتصاد
الاقتصاد والسيطرة اللي بقت عليها الولايات المتحدة خصوصا بعد الحرب العالمية التانية، جات لها فكرة مجنونة قدرت تضحك بيها على العالم كله. وتقريبا دي أكبر خدعة في التاريخ اتعملت من أمريكا. سنة 1944 أمريكا جمعت العالم وقالت لهم يلا نعمل اتفاقية اسمها بريتون وودز، وعشان هي كانت قوية اقتصاديا في الوقت ده قالت إنها هتخلي الدولار هو العملة المركزية للعالم كله، والتبادل التجاري للنفط بالذات هيكون بالدولار مش الذهب، وأي دولار تملكه تقدر تحوله لذهب بسهولة. وفعلا كل الدول بدأت تسلم أمريكا الذهب اللي عندها وبتاخد دولارات عشان تستخدمها في التجارة الخارجية، والكل كان معتمد النظام ده واسمه المعيار الذهبي. الدول ملزمة إنها تدي لأمريكا الذهب اللي عندها، وأمريكا ملزمة إنها تطبع دولارات على قد الذهب اللي عندها بالظبط. والعالم كله كان ملتزم ما عدا الولايات المتحدة، لأنها بدأت تطبع دولارات أكبر بكتير من احتياطي الذهب اللي عندها. يعني لو عندها ذهب يعادل مليون دولار، كمية الدولارات اللي بتبقى في السوق أكتر من 100 مليون دولار. ووقتها أمريكا عملت الحركة دي عشان تدعم حرب فيتنام، والدول لاحظت إن كمية الدولارات في السوق بدأت تزيد، يعني الولايات المتحدة بتخدع العالم، فراحت دول كتير تاخد من أمريكا الذهب بتاعها مقابل الدولار. أمريكا خافت إنها تفقد كل الذهب اللي عندها، وساعتها لا كان هيبقى في دولار ولا في أمريكا. ومن هنا بدأت أكبر خدعة في التاريخ، اتفاقية الجولد بول أو مافيا الذهب. سعر أونصة الذهب وقت المعيار الذهبي كان 35 دولار، ولما أمريكا طبعت فلوس كتير والدول راحت عشان تدي لأمريكا الدولار وتاخد ذهب، الطلب على الذهب بدأ يزيد، وده أمريكا مش عايزاه، لأن المهم عندها إن الدولار يكون قوي وواقف قدام الذهب. فجمعت 8 بنوك مركزية ل8 دول كبيرة، ومنهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، واتفقوا إن هم يحموا الدولار. كل ما يلاقوا سعر الأونصة بتزيد عن 35 دولار يبدأوا يبيعوا من احتياطي الذهب اللي عندهم عشان سعر الذهب ينزل تاني، ولما سعر الذهب يقل عن 35 دولار يبدأوا يشتروا من الذهب اللي موجود في السوق عشان السعر يطلع تاني ل 35 دولار. وكان الهدف إن الدولار يفضل ثابت قدام الذهب، لأن ده كان بيعكس قوة الدولار. لكن الدول بعد فترة وخصوصا سنة 1968 قالت لك لا، احنا مش هنفضل طول الوقت نحمي الدولار وأمريكا، احنا مش هنبيع تاني من احتياطي الذهب اللي عندنا. ودي كانت كارثة لأمريكا، لأن هي ما عندهاش ذهب كفاية. لو الطلب على الذهب فضل يزيد مش هتلاقي ذهب عندها تطلعه للدول، عشان تيجي الخدعة الكبرى أو زي ما اتسمت صدمة نيكسون. ودي حصلت في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، اللي أعلن رسميا إلغاء تحويل الدولار لذهب. يعني الدولة اللي معاها دولار ملهاش حق إنها تروح لأمريكا تقول لها خدي الدولار ده وهاتي دهب. لو أمريكا عايزة تبيع الدهب عادي مفيش مشكلة، إنما لو مش عايزة فما ينفعش الدول تجبرها. وكانت حجتهم إن الاقتصاد بيتوسع والدهب مورد نادر جدا، فمش هنقدر نعتمد على الدهب في النظام المالي العالمي. وظهر نظام جديد في العالم اسمه نظام العملات العائمة، كل عملة بتحدد قيمتها عن طريق العرض والطلب في السوق، وده النظام اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. لكن الحقيقة عمرها ما هتتزيف، ولا أمريكا ولا أي حد تاني يقدر يقنعك إن الدولار أهم من الدهب. عشان كده معظم الدول وخصوصا الدول العظمى اللي زي روسيا وأمريكا والصين عارفين إن اللي هيقدر يستحوذ على أكبر احتياطي ذهب هيقدر يتحكم في العالم كله، ويقدر ساعتها يروج للعملة المحلية بتاعته وتكون هي رقم 1 في العالم. وأمريكا نفسها عارفة حاجة زي دي. عشان كده الهدف الأول والأسمى لأي رئيس أمريكي هو إزاي يقدر يستحوذ على أكبر كمية من الذهب اللي موجود في العالم. كمية الذهب يا صديقي اللي تم اكتشافها لحد الآن هي حوالي 216 ألف طن بس، وده رقم قليل جدا لدرجة إنك لو جمعته عشان تبني بيه بيت، البيت هيكون عبارة عن مكعب 23 متر في 23 متر من كل الاتجاهات، يعني بيتكم أكبر منه. وهو ده اللي مخلي الذهب معدن قيم جدا. طب لو سألتك مين أكتر دولة عندها ذهب في العالم وكمية الذهب اللي عندها قد إيه بالظبط؟ مظبوط، الولايات المتحدة الأمريكية باحتياطي ذهب حوالي 8100 طن، وده رقم كبير جدا لدرجة إن تاني دولة عندها أكبر احتياطي ذهب في العالم هي ألمانيا ب 3350 طن بس. فالفرق كبير قوي ما بين أمريكا وبين أي دولة تانية. وعشان أمريكا تقدر تحافظ على سيطرتها ونفوذها في العالم كله لازم يكون عندها ذهب كتير وعملات قليلة. وفكر فيها بالعقل، الدولة اللي عندها كمية كبيرة من العملة المحلية بتاعتها بتبقى دولة فقيرة. عشان كده أمريكا هدفها إنها تجمع ذهب بكميات كبيرة وتقلل طباعة الفلوس عشان الدولار يفضل رقم 1 في العالم. وده هيحصل إما بالطرق الشرعية اللي هي الاستكشاف والتعدين، أو بطرق غير شرعية
بالظبط يا صديقي، بالحروب. الدول العظمى اللي زي أمريكا وروسيا والصين الهدف الأول ليها إنها تنهب ثروات الدول النامية. وخليني أسألك، ليه السودان بقت محل اهتمام لأمريكا وبنتها جماعة النجمة الزرقاء في الفترة الأخيرة؟ لو تفتكر إن في 2012 تم اكتشاف منجم الذهب اللي في جبل عامر، أو بمعنى أوضح الاكتشاف تم إعلانه في السنة دي. جبل مليان ذهب مستني اللي ينقب عنه ويستخرجه، لدرجة إن في تقارير قالت إن كمية الذهب اللي بتستخرج من هناك بتكون بين ال 14 وال 50 ألف طن، بالمقارنة مثلا بمنجم نيفادا اللي في أمريكا اللي بينتج سنويا من 50 ل 90 ألف طن. فجبل عامر بيعمل إنتاج ممتاز. حصلت نزاعات محلية عشان السيطرة على الجبل ما بين 2 قبائل، بني حسين والزريقات، وبعد فترة سيطر على الجبل الجنجويد واللي اتعرفت بعد كده بقوات الدعم السريع. ومش عايزك تستغرب، لأن أي دولة بتمتلك ذهب هيحاولوا يوقعوها إما بالحروب الأهلية أو بالميليشيات المسلحة، عشان في الآخر الذهب يتهرب ويطلع لأمريكا أو بنتها في الشرق الأوسط. وبالتالي نفهم من كل اللي قلناه إن واحد من أهداف أمريكا الكبيرة إنها تستحوذ على أكبر احتياطي ذهب في العالم. طب إزاي الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك بيشككوا في واحد من أكبر مخازن الذهب في العالم واللي بتستحوذ عليه أمريكا، وهو مبنى الفورت نوكس؟ هل هم قاصدين يشككوا الناس ويقولوا للعالم إن أمريكا بتضحك عليكم وما عندناش ذهب، ولا في هدف أكبر من كده؟ خلينا ناخدك من إيدك ونطلع على مبنى الفورت نوكس. بس قبل ما نروح يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نكبر القناة أكتر. المبنى الأغرب في العالم موجود في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. المبنى ده هو أأمن وأقوى مبنى في العالم، ولو بتفكر تجمع صحابك عشان تروحوا تعملوا سطو مسلح على المبنى ده وتسرقوا الذهب اللي موجود هناك، فخليني أقول لك الطريقة الصح عشان محدش يقفشك. أول حاجة لازم تعدي من قاعدة أمريكية عسكرية اسمها قاعدة فورت نوكس، ودي موجودة جنب المكان اللي فيه الخزنة، و90% من شغلهم هو تأمين الخزنة. وبعد كده تعدي من الحراسة الأمنية الكبيرة جدا اللي موجودة في المبنى. وعشان أسهل عليك جبت لك التصميم. الحراسة بتتكون من سياج أمني مزدوج وأسلاك شائكة، وحراسة مشددة من أقوى الحراسات في أمريكا كلها. ولو ربنا كرمك وقدرت تعدي من الخطوتين دول ودخلت المبنى، فالخزنة موجودة في مكان في المبنى محدش عارفه، يعني بعيدة تماما عن الأبواب الرئيسية بتاعة المبنى. ولو وصلت هتلاقي الخزنة مبنية من الجرانيت والخرسانة المسلحة والفولاذ، يعني حتى لو استخدمت أقوى أدوات الحفر والتفجير الخزنة مش هتفتح. يبقى مفيش قدامك غير إنك تحاول تفتح باب الخزنة اللي وزنه حوالي 20 طن ومتصمم ضد القطع بالحريق أو الحفر. وعشان تعرف تعمل كده لازم يكون معاك في الفريق مجموعة من الأشخاص. الناس دول كل واحد فيهم معاه كود سري هو بس اللي يعرفه، والكود ده لازم يتكتب من كل الاشخاص دي في وقت واحد. يعني لو الكود موجود مع 3 اشخاص وانت عرفت توصل لشخصين 2 بس والتالت ما راحش معاك، الخزنه مش هتفتح، لان كده الكود ناقص. ولو قدرت توصل لعدد الاشخاص الكتير اللي معاهم الكود، لازم تعرف التايم لوك بتاع الكود اللي هتفتح بيه الخزنه، لان كل كود ليه تايم معين او ليه وقت معين وبعد كده بيخلص. فلو الكود خلص امبارح وانت رحت النهارده، فانت برضه مش هتعرف تفتح الخزنه. وبالتالي انا شايف انك تاخد صحابك وتروحوا القهوه تشربوا حاجه حلوه وتلعبوا جيمين بلاي ستيشن، وانسى خالص فكرة انك تعمل سطو مسلح على مبنى الفورت نوكس. المبنى ده بيدور من 3 جهات في الدولة، والجهة الرسمية للخزنة هي وزارة الخزانة الأمريكية، وحراسة المبنى بتتم عن طريق شرطة مخصصة اسمها يونايتد ستيت مينت بوليس، والجهة الثالثة هو الجيش بسبب القاعدة العسكرية اللي موجودة جنب المبنى. ومفيش غير رئيس أمريكي واحد بس هو اللي قدر يدخل المبنى ده، وهو فرانكلين روزفلت. دخل بص على الذهب ده وخرج تاني، والكلام ده كان سنة 1943. وبعد كده الخزنة ما اتفتحتش لأي حد تاني إلا مرتين بس. المرة الأولى كانت سنة 1974، الكونجرس الأمريكي وبعض الصحفيين اتسمح لهم إن هم يدخلوا يبصوا على الذهب. المرة التانية كانت سنة 2017، واللي دخلوا الخزنة كان وزير الخزانة وقتها ومعاه مجموعة من المسؤولين. ومن بعدها محدش دخل الخزنة تاني، ولا حد يعرف هل الذهب لسه موجود هناك ولا اتباع أو اتسرق. ونيجي للسؤال المهم في الحلقة، هل ترامب وإيلون ماسك هدفهم إن أمريكا تقع؟ إنهم بيوجهوا أصابع الاتهام ناحية الحكومة وبيقولوا إن الذهب مش موجود هناك؟ أنا عايز أقول لك إن الموضوع ده
لو طلع حقيقة فأمريكا ممكن تفقد سيطرتها على العالم كله، لأن زي ما قلت لك احتياطي الذهب بيدي قوة كبيرة جدا للدولة اللي بتملكه. طب هل منطقي إن رئيس أمريكا يشك في مبنى الفورت نوكس؟ لو تاخد بالك فترامب من ساعة ما مسك الرئاسة وهو دايما بيحب يتكلم خارج النص، وبيحارب دايما الدولة العميقة في أمريكا، وهي دي الجهات الرسمية اللي بتسيطر على الفورت نوكس. طب إيلون ماسك ليه يقول حاجة زي دي؟ لأن فورت نوكس ما اتعملش عليه تفتيش من سنة 74، وبالتالي في سرية وغموض كبيرة حوالين المبنى. اتنين زي دول طالما اتكلموا في حاجة زي دي يبقى عندهم هدف غير معلن. بما اننا شفنا ترامب بيهاجم العملات الرقمية في الأول وبعد كده بقى أكبر داعم ليها، فالسيناريو التحليلي للموقف إن اللي بيحصل هو انهيار لنظام النقد العالمي، وإن أمريكا بتجهز العالم للدولار الرقمي، وعشان تعمل كده لازم تخلي العالم كله يشك في الذهب. ومعلومة أخيرة، العملات الرقمية معمولة بنظام إن آخر بيتكوين هيتم تعدينه هو البيتكوين رقم 21 مليون، وحاليا تم تعدين 19 مليون و600 ألف بيتكوين، يعني قربنا على نهاية تعدين آخر بيتكوين، وبالتالي الطلب على البيتكوين هيزيد جدا والتعدين هيكون زيرو. وهنا البيتكوين والعملات الرقمية ممكن توصل إنها تكون أغلى من الذهب. اللي بيحصل في العالم خطير جدا. لو عجبك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم الحلقة جديدة. سلام عليكم.